عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وأحسن حال. النهاردة إن شاء الله جايلكم بيوم جديد وفيديو جديد. وروتين النهاردة روتين صباحي، روتين حماسي جدا جدا. حط بالك الفيديو واشتركي معاه، لو مش مشتركة يمكن مشترك اللي تحت الفيديو. وما تنسيش فعلي جرس التنبيهات على الكل عشان يوصلك مني إشعار بكل جديد أنا بنزله. ويلا بقى بينا على طول نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. هتعيشوا بقى معايا اليوم، ومعانا النهاردة روتين صباحي كده أقضي معاكم بإذن الله. بس تعالوا كده في الأول نلم بقى شوية الغسيل اللي مطفحيني ومغلبيني بقالهم يومين أقسم بالله. بصوا يعني عايزة أغسلهم تاني من كتر ما نشرتهم ولميتهم، فأقسم بالله بصوا عايزة لكم طلعوا عيني كده، طلعوا عيني من كتر ما نشرتهم ولميتهم واشتلهم من المنشر ده أحطهم هنا. فده طبعا بسبب ايه سوء الأحوال الجوية زي ما انتوا شايفين، شوية الشمس تطلع وشوية تغيم. فبقى لهم يومين كده على الحبل زي ما قلت لكم او على المنشر يعني، فقلت لهم بقى تعالوا كفايكوا كده. لقيت الجو غيم، قلت بقى إيه اول حاجه اعملها الم شويه الغسيل دول عشان خاطر لا كفايه عليهم كده. فهلمهم بقى كده على طول، ندخل بقى كده على طول نطبقهم ونحطهم في الدولاب مكانهم، وندخل بقى على طول نكمل يومنا زي ما قلت لكم. طبعا النهارده يعني هقضي معاكم اللي هو الروتين الصباحي لحد كده ان شاء الله ما نعمل مع بعض الغدا وبعد الغدا كمان. فالمهم بقى ايه قلت اطبقهم على طول عشان خاطر بقى ايه لو سبتهم زي ما هما هتلبخ في حاجة تانية، ومش هطبقهم غير بقى ايه قبل ما انام وكده. المهم يعني عايزه اقول لكم كمان ان انا يعني بحب افصل يومي ما يكونش فيه اي حاجة فاضلة يعني لتاني يوم وكده، اللي هو يعني ايه لا تؤجل على عمل اليوم الى الغد. ففعلا والله العظيم الله اعلم الواحد يقفل كده ويفصل يومه، ما يسيبش بقى الكوام الهدوم ومش عارف ايه لتاني يوم الله اعلم هيحصل فيه ايه. بحب اكون ان انا فاصله يومي يكون كل حاجه في اليوم ده، يعني مثلا غسلت شويه الغسيل يعني لميتهم اطبقهم على طول وكده. فانا بس ايه ممكن لو سبتهم دلوقتي هكسل عنهم قبل ما انام وكده، فهقعد بقى البخ نفسي في تطبيق هدوم وكده، فلا. بحب بصراحه ان انا يعني افصل يومي كده بدري بدري، ويأدي برضو كده لنفسي يعني قسط كده من الراحه. افصل كده يعني اخلص بقى يومي بدري كده شويه، اعمل لي كده كوبايه بقى شاي كده حلوه. واقعد كده على السرير بقى تحت البطانيه كده واللحاف، واقعد بقى امسك التليفون شويه، يعني ادي لنفسي كده يعني فاصل راحه. فعشان كده قلت بقى لا هقعد على طول وانا كده متنشطه، اول ما المهم اطبقهم كده واحطهم مكانهم عشان خاطر ما كسلش بقى عليهم وافضل بقى طول النهار رايحه جايه هم قدامي وابقى متضايقه ان هم يعني ايه ان انا ما طبقتهمش وكده. فانا عايزاكي دلوقتي يا ست الكل تقومي تجيبي جبل الهدوم اللي انت سايباه، اللي انت سايباه على سر الولاد من غير تطبيق، تقومي تجيبيه حالا حالا وانت بتتفرجي عليا. تقعدي كده تطبقيه عشان خاطر ايه تحطيه كده وترتبيه في قلب الدولاب، وتبقي كده ست شطوره وجدعه وطبقت بقى جبل الهدوم اللي محطوط على السرير. والله العظيم يعني عايزه اقول لكم يالله الله يكون في عوننا، ربنا يعيننا جميعا جميعا يا رب العالمين. كل الامهات فعلا الجنة يعني تحت أقدام الأمهات مش من قلال يا جماعة. احنا طول النهار طالع عينينا، فربنا يا رب يخليهم لنا ويبارك لنا فيهم. ويا رب يا رب يدي لكل مشتاق يرزقه كده بالذرية الصالحة، ويطعموا كده ما يحرموا امين يا رب العالمين، ويبارك لنا كده في اولادنا وينجحهم. طبعا اليومين دول بقى يومين امتحانات، بصوا كل الامهات معذورة جدا جدا اليومين دول، طحن كده من بقى مصالح بيت لمشغولة بقى الامتحانات ومش عارف ايه. بصوا عايزه اقول لكم ان احنا اقسم بالله بنمتحن مش الولاد اللي بتمتحن. فيعني هو اسهل لينا ياخدونا كده احنا اللي نمتحن، فيعني اسهل من الولاد كمان. فيا رب يخليهم لنا كده ويخلقوا ولادكم امين يا رب العالمين، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه. قولوا امين في التعليقات، امين يا رب العالمين. المهم بقى ايه قلت كده طبقتهم زي ما انتوا شايفين، ويحط بقى كل حاجه كده مكانها اول باول. عامه انا بحب صراحه لما يكون دفايات او اطقم سراير منشوره يعني، فبحب اطبقها في البلكونه على طول عشان خاطر بقى ما تتكرمش وكده. ولكن زي ما انتوا شايفين كان بقى الايه الهوا كان عالي شويه، فصراحه ما عرفتش ان انا اطبقهم هناك، فقلت بقى مفيش مشكله هاخدهم كده اطبقهم على السريع جوه. وكمان ما بحبش الام ايه المية اسيبهم وقت طويل لان بيتكرمشوا زي ما انتم شايفين كده، وبيحتاج ان هم يتكووا تاني. لكن لو انا لميتهم من على المنشر على طول فبالتالي بيكونوا بقى ايه متساويين كده وكأنهم بقى مكويين، ومش بيحتاج بقى ان انت تكوي الملايات بعد كده يعني، ولا تعذبك يعني في فرشهم على السرير يعني وكده.
فطبعًا حطيت بقى كل حاجة مكانها زي ما أنتم شايفين، بس عايزة أقول لكم أول كده ما لميت الغسيل لقيت بقى الشمس طلعت وملت الدنيا، والجو حرّر وما فيش بقى شتا ولا أي حاجة، قُلت يا سلام! يعني شوية الهدوم اللي كانوا عاملين مشكلة. المهم عايزة أقول لكم إن ده كان تاني يوم ما عملت معاكم الفيديو يعني الروتين يعني في غرفة النوم، أول ما عملت ما خلّصت معاكم يعني الفيديو وكده، فقفلت بقى الباب بتاع الغرفة، ما دخلناش بس غير على النوم، فبالتالي هي نضيفة وزي الفل. فالنهارده بس كده اللي هو إيه، هانفّض بس كده السرير وأرتّبه، وعندي بقى الغرفة طبعًا ماسحينها، وكنا بقى شايلين السجاد منفّضينه والدنيا عندي فُلّة، فمش محتاج بس غير إن أنا أرتّب السرير ونروح بقى على طول عند بقى السجادة، شريط السجاد اللي كنت شايلاه معاكم الروتين اللي فات من المطبخ، قُلت هو محتاج إن هو يتغسل، فهادخل بقى أغسله على طول، لإن صراحةً ما غسلتوش يومها، أنا اشتريته معاكم دخّلته كده على طول في الحمام، وقُلت بقى إيه تاني يوم هابقى أغسله يعني، لإن صراحةً ما كنتش قادرة، كنت في اليوم ده آآ تعبانة، يعني كنت بصراحة مصوّرة معاكم فيديو الصبح اللي هو الفيديو بتاع أوضة النوم، وآخر النهار بقى عملت معاكم اللي هو التغيير اللي هو بتاع المطبخ، فبالتالي كنت تعبت جدًا، جدًا في اليوم ده، فعايزة أقول لكم صراحةً ساعات باجي على نفسي أوي في يوم واحد، وتاني يوم بقى أبقى تعبانة وهمدانة ومش قادرة أعمل أي حاجة، فده غلط على فكرة. بس أنا بقى إيه باقول بقى لنفسي لمّا يكون النشاط جاي يعني زي ما المثل بيقول لك لمّا النشاط يدق بابِك يعني إيه قولي بقى للكسل باي باي، فاهمين؟ فاقوم بقى تاني يوم آجي على نفسي، أقوم تاني يوم مش قادرة بقى أعمل أي حاجة، بس الصراحة الحاجة بتبقى خفيفة، خفيفة يعني، فما بيبقاش مصالح كتير واليوم بيبقى بسيط وكده. يعني أنا قُمت تاني يوم لقيت الغرفة ما شاء الله عملت بس السير كده يعني رتّبته زي ما أنتم شايفين، كان عندي المطبخ نضيف وزي الفل بقى، وقُمت تاني يوم الصبح عشان كنت مغيّرة النظام معاكم. بُصّوا كنت مبسوطة جدًا، جدًا وحاسة إن نفسيتي مرتاحة، عندي الغرفة كده كانت واخدة تنضيفة حلوة، وكنت مغيّرة النظام بتاع المطبخ وعاجبني جدًا، جدًا، وحاسة بصراحة إن المطبخ نوّر وبقى جميل كتير جدًا، جدًا عن الأول، وإن شاء الله بإذن الله أنا يعني باجهّز كده برضه شوية كده تجديدات في المطبخ بإذن الله على دخلة رمضان، فإن شاء الله يعني بارتّب كده، هي هتبقى برضه يعني تجديدات أو تغييرات بسيطة عشان برضه ما تكونش برضه مُكلّفة في الغلا اللي إحنا فيه ده، عايزة أعمل أي حاجة بس إن هي تكون في دخلة رمضان كده، يعني فرحة بقى رمضان وتغييرات رمضان وكُلّنا كده يعني. فربنا يسهّل بإذن الله. المهم بقى رتّبت معاكم الغرفة، السرير وكمان باحب صراحةً أعطّر السرير جدًا، جدًا والستاير والسجاد عشان تكون بقى إيه الغرفة كده ريحتها حلوة. وزي ما قُلت لكم طبعًا كانت نضيفة وزي الفل، عشان كنت إيه ماسحاها بقى وكنت قافلاها، فما دخلناش بس غير على النوم وكده. فبعد بقى خلّصت بقى الغرفة، جيت بقى هنا على طول على الحمام، قُلت مش هاكسّل هادخل على طول، بس عايزة أقول لكم كان الجو برد جدًا، جدًا، المَيّة كانت ساقعة صراحة، بس قُلت بقى إيه، أول ما الواحد كده بيشتغل، فبيبدأ إن هو إيه، يدفى يعني وكده. ففرشت بقى السجادة، شريط السجاد زي ما أنتم شايفين في قلب الحمام، وجِبت بقى إيه، المقشة دي وعايزة أقول لكم أقسم بالله غسيلها جميل جدًا، جدًا، المهم إن أنتِ بس إيه، تحطّي كده شوية مسحوق حلوين وتكوني بقى مغرّقة السجادة كده مَيّة في الأول، وتفضلي بقى كده تدعكي رايحة جاية، وأحلى حاجة كمان إن هي مش مُتعبة ومش بتهبّطِك بقى وتجهدِك، وعلى فكرة السجاد مش محتاج دعك بالفرشة الخشنة، أولًا بتبوظ السجاد، ثانيًا يعني بتاخد منِّك بقى مجهود وتعب، وعلى ما تخلّصي كده السجادة تكوني مُتّ فيها، والله العظيم. ولكن المقشة صراحة وأنتِ واقفة كده وبتنضّف لِك وتخلّي معاكِ زي الفل. المهم فرشت بقى الشريط زي ما أنتم شايفين، حطيت بقى إيه، جِبت الخرطوم ده صراحة من عند حماتي يا رب ما تحرمش منها أبدًا، حطيته بقى في الحنفية بتاعة الغسالة هناك، اللي أنا عاملاها يعني الغسالة، صراحة ريّحني، وبإذن الله هاعمل بقى حنفية، عندي حنفية كده بتاعة غسالة برضه في الحمام، هابعت أجيب بقى خرطوم كده 4 متر زي ده، وأشتغل بقى فيه على طول، بيه على طول يعني أمّا أكون باغسل سجاد وكده. المهم بقى فرشت السجاد زي ما أنتم شايفين، وحطيت بقى عليها كده شوية مسحوق وكمان شوية كلور، وجبت بقى المقشة رايحة جاية. بُصّوا أنا باقصّر بس معاكم الموضوع عشان بس الفيديو ما يطولش وكده، يعني باقصّر وكمان باسرّع الفيديو شوية. وشايفين بقى أول بقى ما تشوفي كده المَيّة والرغاوة دي تقومي كده تتنشّطي، تتشجّعي، وتهدّي الدنيا كلّها. أنا عن نفسي أقسم بالله لمّا أكون بامنتج فيديو وعاملة كده يعني فيديو كده نشاطي أو حماسي يكون ورايا أي حاجة، باقوم أتشجّع وأتنشّط تاني، وكمان أنا متابعة كام حد كده بيعملوا برضه روتينات حلوة جدًا، مشجّعة جدًا، فمش عارفة أنا باحب الفيديوهات دي جدًا، جدًا. باحس إن هي كده بتشجّعني وبتحفّزني صراحة.
فزي ما أنتم شايفين بقى، ومش عيب إن أنا أقول لكم إن أنا فاتحة قناة وباتفرّج على حد تاني، ده مش عيب يعني، باحب ناس كتير وأقسم بالله باحب أتفرّج عليهم كمان، يكفي بس إن هُم ناس محترمين بيساعدوا في الحياة الصعبة دي، مش عيب والله العظيم يا جماعة. المهم بقى زي ما أنتم شايفين غسلت باقي كمان المشّاية اللي كانت أو الدواسة يعني اللي هي بتاعة الحوض بتاع الوِش أو الحوض الحمّام يعني، قُلت أمّا أجيبها بالمَرّة، باحب أغسلها كده مرّة في الأسبوع أو مرّة كل 10 أيام عشان هي أكتر حاجة بتتبهدل عندي. وكمان قُلت بقى بدل ما عين الشريط السجاد ده يكون وسخ يعني وأقول بقى إيه، أو متسخ يعني وأقول للصيف أبقى أغسله، لأ ما باحبش كده صراحة. يعني الحاجة اللي عندي بتتوسخ أو بتتبهدل، فباقوم بقى إيه جايباها كده بالمَرّة وعينها نضيفة وتكون نضيفة كده، تكون ريحتها حلوة، ما تكونش عيناها تكون بقى فيها تراب، لأ فيها مش عارف إيه، وكمان كانت في المطبخ كده عليها طشطشة زيت أو حاجة، فما حبيتش صراحة. قُلت حتى لو عينتها دلوقتي هتبقى غسيلها خفيفة عليَّ، لو عينتها بكده فهتبهدلني أنا بعد كده. فطبعًا غسلتهم أهو وخلّيت الدنيا بقى زي الفل، وكمان قُلت بقى إيه، أمسح بقى الحمام تنضيف يومي عادي جدًا، جدًا، حطيت كده شوية مسحوق في أرضية الحمام، وقُلت بقى إيه أمّا أدعكه كده دعكة حلوة بالمقشة يعني، وبقى رشيت مَيّة، وبعدين بقى إيه شديت بقى بالمساحة، وعايزة أقول لكم كمان باحب أجيب بقى اللي هي إيه، شرشوبة وأنشّف الحمام ما اسيبش فيه ولا نقطة مَيّة، بس قُلت طبعًا السجادة لسه هتتصفى وتنزّل بقى كل المَيّة اللي فيها، فبالتالي إن أنا أنشّف الحمام دلوقتي فما لوش لازمة يعني، أو ما لوش لزوم. المهم بقى إيه خلّصت بقى الحمام، وكمان بعد بقى ما شطفت بقى السجادة ووقّفتها كده على جنب والمشّاية كمان، وسِبتهم بقى يتصفّوا براحتهم، قُلت بقى إيه أدخل نعمل الغدا النهارده، أنزل لكم معانا غدوة النهارده. بُصّوا أنا عن نفسي باحبها جدًا، جدًا، يعني هي ممكن تكون رقم 1 بالنسبة لي في الشتا، يعني أكلة الدفا بصراحة، آكل منها كده ما اشبعش أبدًا. هنعمل النهارده سبانخ، بس هنعملها بقى بطريقة حلوة أوي، وعايزة أقول لكم كمان باحب اللي هي السبانخ اللي بتبقى العود بتاعها لونه أحمر. عامةً إحنا عندنا في بلدنا بنقول عليه اللي هو الزرع بتاع الحميض يعني، هو اسمه كده. بس طبعًا في ناس ما تعرفش إن هو يعني سبانخ، في ناس تقول لِك سبانخ اللي هي اللي هو العود بتاعها أحمر، أو اللي هو العود بتاعها أخضر عادي يعني، دي بقى السبانخ اللي هي العود بتاعها أحمر. فزي ما أنتم شايفين جبت بقى حلة حطيتها كده على النار، حطيت فيها شوية زيت، وكمان جبت بصلاية كده متوسطة وبدأت إن أنا قطعتها فيها زي ما أنتم شايفين. باحب بصراحة إن أنا أقطع البصلاية كده، باحس إن هي إيه متبهدليش عيني يعني لما أكون باقطعها على البوتاجاز والزيت كده سخن شوية، ولكن لو باقطعها كده كان فاتها بصوا، خلتني عيطت وفرجت عليا الناس كمان. المهم بقى قطعت البصلاية خلّيتها كده تاخد كده لون أصفر، وبعدين نزلت على طول بالباقي بالسبانخ طبعًا كنت مقطعاها وغسلاها وزي الفل. وكمان معايا بقى حوالي تِلت كوباية من العدس. طبعًا في ناس بتحب تعمل السبانخ بالبطاطس، بالفول، لأ أنا باحبه بالعدس. المهم بعد ما شوّحت السبانخ بعد ما حطيت كده السبانخ على البصلاية بعد ما اتحمّرت، نزلت بتِلت كوباية من العدس عليها، طبعًا مغسولة يعني، جبتهم كده في بعض وهدّيت عليها بقى النار خالص، خالص، وسِبتها بقى على جنب تستوي كده براحتها. طبعًا ما باحطش ولا نقطة مَيّة، هي السبانخ كده بتنزّل مَيّتها، فبتسلق بقى العدس فيها منها فيها كده، والدنيا بتبقى معاكِ زي الفل. المهم بس تكوني مهدية النار عليها وكده. جبت بقى حلة تانية قُلت أعمل إيه، شوية رُز جنبها كده، رُز أبيض عادي بنحب ناكل عليها يعني إيه رُز أبيض، مش باعمله بشعرية ولا أي حاجة. المهم بقى نزلت حطيت شوية زيت، وكنت بقى غاسلة إيه الرُز، نزلت على طول بالرُز كده أشوّحه شوية في الزيت عشان يكون بقى إيه مفلفل كده، وأكون حبّات الرُز كلّها شاربة زيت ويكون مفلفل ويكون طعمه حلو يعني. بُصّوا أنا ما باطُشّ الزيت على الرُز من فوق، أو يعني بمعنى أصح أقدح عليه، إحنا بنقول عليه نقدح يعني في بلدنا هنا. غير لمّا أكون يعني سمك مشوي، بس غير كده باشوّحه زي ما أنتم شايفين كده بنفس الطريقة، أولًا مش بياخد منّي زيت كتير، ثانيًا بيكون بقى مفلفل ويكون بقى كلّه متغلّف بالزيت يعني وكده، وطبعًا عايزين بقى نوفّر شوية عشان أنتم عارفين بقى الدنيا بقت غلا والزيت وكل حاجة يعني، فربنا يعيننا جميعًا يا رب. طبعًا بقى زي ما أنتم شايفين حطيت بقى الرز اتشوّح، حطيت عليه كمية المَيّة، وكمان ضبّطته كده الملح بتاعه وغطّيته على طول. وهناك بقى السبانخ طبعًا بعد حوالي ربع ساعة كانت استوت وخسِّت بقى، بُصّوا باقول لكم ما عادش فيها أي حاجة، كانت الحلة مليانة أوي، فأول ما بتستوي كده وتتسلق معايا، فبتبدأ إن هي تكون شوية صغيّرين يعني في قاع الحلة وكده. طبعًا بقى عندي السبانخ اتسلقت وكمان العدس، نزلت على طول بشفشق عصير طماطم، وكمان حاطة فيه 5 فصوص من التوم وهو بيتفرم.
تمام. حطيت بقى إيه مكعب مرقة وضبطت الملح، حطيت كمون وشوية اللهم صل على النبي من البهارات المشكلة، وكمان سنة بسيطة من فلفل اسود وسنة بسيطة من الشطة. عايزة اقول لكم الاكلة دي بتكون بقى مشطشطة طعمها حلو جدا. يعني عايزة اقول لكم لو عندك بقى اللي هو ايه الشطة اللي هي هرسة الشطة، بس يعني ايه يكون الفلفل صح، يعني ما يكونش يعني مهروس وكده. او مثلا لو عاملاها هرسة شطة تحط كده نص معلقة. عايزة اقول لكم هتوديلك بقى السبانخ بتاعتك في حتة تانية خالص. او تقطعي كده القرن الفلفل فيه مفيش مشكلة، ولكن انا مبكترش بقى عشان خاطر الولاد يعني واطفال وكده. فنزلت على طول بقى بالطماطم وحطيت التوابل اللي قلت لكم عليها، كمون وفلفل اسود وسنه من الشطه وكمان شويه من البهارات المشكله ومكعب من المرقه، وظبطت الملح وغطيت عليها والدنيا بقت عندي زي الفل. طبعا اول ما بتغلي كده بس غلوتين اتنين بنزل بالخضره بتاعتي. ما بحطش الخضره في الاول لان لما بحط الخضره ما بحسش بطعمها في الاول، يعني وهي ايه بتتسلق يعني في الاول. ولكن لما باحط الطماطم واسيبها كده إن هي تقلب قلبتين وبعدين أنزل بالخضرة اللي هو شبت وكزبرة، باحس بقى إن هي بقت طعمها كده زي المحشي كده، يكون طعمها حلو أوي، وباحس بطعم الخضرة فيها. ولكن لو حطيته في الأول كده يتسلق بصراحة ما باحسش بطعمها. المهم حطيت بقى الخضرة وبعدين سِبتها حوالي كده ربع ساعة، وبقت معايا جاهزة وزي الفل. شايفين بقى الرز عندنا مفلفل، وعايزة أقول لكم بقى إيه الأكل ده بيبقى طعمه حلو أوي في الشتا، بيبقى جميل جدًا وبيدفي أوي. المهم بقى إيه غرفت الرز زي ما انتم شايفين، وهنا بقى إيه هنغرف بقى السبانخ. بصوا ما فيش بقى لا لحمة ولا أي حاجة، محتاجة بقى إن انتِ تسلقي بيض على السبانخ براحتك، تحمّري بطاطس برضه براحتك، ولكن إحنا بنحب ناكلها كده برز بس عشان إيه نستطعم كده بطعمها، يكون طعمها حلو أوي من غير أي حاجة. صراحة أنا جربتها بلحمة بفراخ، ببط، بلحمة، أي حاجة يعني زي ما تحبي، تكون مسلوقة جنبها يعني بشوربة وكده مش حاطاها فيها. فبصراحة ما باحسّش بطعم السبانخ خالص. بويض برضه نفس النظام، لكن كده بنحبها قُرديح زي ما أنتم شايفين كده، ويكون طعمها حلو أوي. كمان أكلة اقتصادية ويوم وبيعدّي يعني. نحط بقى جنبها إيه بتاع بصل، وكمان مخلل بقى من اللي إحنا عاملينه، مخلل زيتون على فلفل، وكمان مخلل لفت. وبصوا الحمد لله على نعم ربنا، يوم كده ويوم كده، مش لازم كل يوم بقى فراخ ومحمّر بقى ومشمّر لأ، يعني يوم كده بيزُق يوم والدنيا بتمشي. هنا خلاص بقى هنتغدى زي ما أنتم شايفين، بس عايزاكم كلكم تجربوا طريقة السبانخ دي هتعجبكم جدًا. المهم بقى كنا اتغدينا هنا، وكمان شطّبت بقى المطبخ باوريكم أهو. وكمان حطيت بقى الحلل كده تتصفى كده على جنب، وبعد ما تتصفى ادخلها مكانها. المهم بصوا اول ما تقومي من على الغدا يا ست الكل تقوم شطبه المطبخ بتاعك كده، ومخليه كده ايه الرخامه عندك او الحوض نضيف كده وبيلمع وزي الفل. يعني ما تقلقيش، هو كلها 10 دقايق وهيتلم مواعين تاني. وكمان شطبت البوتاجاز زي ما قلت لكم قبل كده، بحب بعد يعني اغسله كده غسله الصبح، وطول النهار بقى بالمه بفوطه منديه. فزي ما انتم شايفين هي دي النتيجه. وكمان السبانخ بقى اللي اتبقت مننا باحطها في حله ستيل عشان خاطر يعني ايه ما ينفعش ان انا اسيبها في ألمونيا وكده. وكان معايا المطبخ نضيف وزي الفل وشطبته خلاص. وكمان كانت بقى السجادة اتصفت من المية خالص، فحطيتها بقى كده بالمرة. واتمنى يكون فيديو النهاردة كده خفيف ولطيف عليكم، وان شاء الله بإذن الله استنوا فيديو جديد. اشوفكم على خير، مع السلامة.